بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. جبت لكم وصفة من أجمل وصفات سحور وتجهيزات شهر رمضان الكريم. وصفة للسحور ممتعة لفول رمضان. ازاي تدمسي الفول بطريقة خرافية يبقى عندك زي الزبدة. صراحة دي أنجح وصفة على اليوتيوب لتدميس الفول. من نص كيلو احصيلي على تقريبا أكتر من 4 كيلو من الفول المدمس التحفة تحفة تحفة، واللي هيبهركم بالطريقة دي إن شاء الله تشكروني. ربع يعني ما اكدبش عليكم. هتعملي بيهم حوالي 3 كيلو أو 4 كيلو، والله يعني كمية يعني 13 كيس. هوريكم الكيس في آخر الفيديو، مش هتصدق الكيس قد إيه، والطعم خرافي خرافي خرافي. لو ما عجبكمش الفيديو قدامك الفرصة اخرجي وسيبي القناة. ودي فرصتك، يعني ما تكمليش لحد الآخر لو حاسة ان انا بضحك عليكي او بقول لك كلام ما هوش حقيقي. بصوا يا جماعة، انا يمكن وريتكم في اللقطة اللي فاتت ان ده فول مستورد على فول بلدي، واجمل حاجة في الدنيا انك انت تحطي الفول المستورد ده جميل 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 جميل. يعني الكيلو منه ب20 جنيه، والكيلو من الفول البلدي ب30 جنيه. بعد ما حطيتهم في المية المغلية لمدة ساعتين فقط او 3 ساعات بالكتير خالص. بص الفولايه كان شكلها ازاي منفوخه وشكلها جميل خالص. بعد 3 ساعات من ان انا غرقتهم في الميه المغليه، دلوقتي غليت كميه من الميه تاني وهنزل وغسلت الفول كويس بعد ما نقعته لمده 3 ساعات في الميه المغليه، وهنزل كمية الفول في المية بتاعتي. وأنا عندي حلة كبيرة وحلة قديمة صراحة، مش حلة يعني مش هدمس في الدماسة، لأن أنا هعمل كمية تكفيني فترة كبيرة في شهر رمضان. أنا عاملة 13 كيس حوالي يكفي حوالي 15 يوم إن شاء الله أو 13 يوم. فانا كده ما بعمل يعني وفري في كل حاجه يا جماعه، وفري في عيون البوتاجاز، وفري في غاز البوتاجاز، وفري. احنا دلوقتي في زمن التوفير، فانت محتاجه انك انت توفري في ظل غلو الاسعار في كل حاجه. وفري انك انت تشتري الحاجات دي باسعار غاليه جدا من بره، وفي ظل ارتفاع وغلو الاسعار اليومين اللي احنا شايفينهم دول. مش محتاجه، كفايه علينا الاسعار المرتفعه، وكفايه علينا كل حاجه مرتفعه. يعني مش هنبقى حتى طبق الفول نشتريه من بره، ده هيبقى حرام صراحة. يعني انت تعمليه ونضيف، وكمان في مواد مضرة وخطيرة جدا بيحطوها للفول. انا عرفت انه بيحطوا مواد مضرة جدا بره عشان الفول يبقى مزبد ويبقى طعمه جميل. المواد دي غير صحية خالص بالمرة. وانت هنا لو عملتيه في البيت طبعا انت بتعمليه طريقه صحيه ونظيفه، ومتاكده من غسيل الفول، ومتاكده من نظافته، ومتاكده من الخطوات اللي بتعمليها. كل حاجه طبعا عندك بحرص وبعنايه. اتمنى انكم انتوا تتابعوا الفيديو للنهايه عشان تشوفوا التكات اللي هتخلي عندك الفول زبده زبده زبده. وصراحه قلت لكم تاني، لو حاسه ان انا بضحك عليكي او بزود عليكي او كده، بلاش تتابع الفيديو واخرجي من الفيديو من اوله. بصوا يا جماعه، مجرد ان الفول ابتدى يغلي بجيب طماطميتين صغيرين كده مقطعاهم ونازله بيهم على الفول، وكمان عصره ليمون. عصره الليمون هي اللي هتخلي الميه بتاعه الفول لونها اصفر وجميل، وطعم الفول لونه اصفر وجميل. وهقول لكم كام تكه تانية خرافيين محدش قالهم قبلي اكيد في اليوتيوب، يخلي الفول عندك خرافي خرافي خرافي. اقسم بالله ما هتصدقي طعمه بعد ما تجربيهم ان شاء الله. بس التكات دي مش هقولهم دلوقتي، لان هم بحطهم في نهايه الفيديو. بصي الفول غلى كام غلى، ودول تقريبا 3 معالق من الرز المطحون. انا بطحنهم طحنه كويسه، وكل ما تطحني الرز كل ما يبقى افضل. يعني حاولي انك انت تنعميه. ودي اول تكه من ال3 تكات اللي هنضيفهم للفول عشان يبقى الفول طعمه خرافي. وهيزود معاكي الحجم، دول 3 معالق هيزودوا معاكي الحجم خالص، ويزودوا معاكي الكميه. قاعدة تكتين. بص الفول انا سبته لحد ما طبعا برضو بيغلي على البوتاجاز، وحرصي انك انت تزوديه كل شويه بالميه السخنه المغليه. التكتين التانيين هو معلقه الكركم او نص معلقه الكركم، و4 معالق من الدقيق. عشان انا بص الكميه كبيره فحط 4 معالق دقيق. لو كانت تعملك نص كيلو حط معلقتين فقط. ونص ملعقة من الكركم و4 ملاعق من الدقيق هم اللي هيخلوا عندك
الفول صراحة خرافي خرافي، مش هتصدقي غير لما تجربوها. ولو مش عاجباكم الفكرة سيبوا الفيديو، ولو مش عاوزين تشوفوا النتيجة برضو سيبوا الفيديو، اتركوا الفيديو وغادروا فورا. بصوا يا جماعة، انا بزودهم بالمية الباردة مش المية السخنة، بزودهم بالمية الباردة. خلطت انا نص ملعقة الكركم على الاربع ملاعق الدقيق، وبزودهم بالمية الباردة مش المية السخنة، لان كده حطيت المية السخنة على الدقيق هيكلكع مني. ومش هحطهم كده، لازم الدقيق يبقى عندي قوامه طري جدا. لو حطيت القوام ده على الفول مجرد ما هيلمس الفول السخن هيكلكع برضو، يعمل كلاكيع. ما انا هعمل ايه؟ لا يا جماعه، انا هزود. انا الطبق صغير معلش اعذروني، كان مفترض ان انا احط في طبق اكبر من كده، بس انا هخلي القوام طري جدا عشان خاطر لما ينزل على الفول اعرف اتحكم انا والحقه قبل ما يكلكع. بخلي القوام بضرب فيه تاني لحد ما القوام يبقى طري. ونص ملعقه الكركم دي هتخلي الفول لونه تحفه. وكمان الكركم مفيد جدا، صحي جدا جدا جدا، وما بيعملش التهابات للقولون. ويعني الفول ممكن الناس بتتاثر منه وبيتعب القولون، الكركم هيريح القولون. يبقى انا هنا حاطه لكم حاجتين ضد بعض. الفول اللي هو انتوا بتعشقوه هو هيتعب قولونك لو في ناس بتتاثر منه، حطلك الكركم اللي هو اللي هيريح قولونك. بصوا انا بضيفه ازاي يا جماعه. لو ضفتيه اتخن من كده هيكلكع معاكي خالص. انا مجرد ما انا هضيف بس عشان التصوير، عشان اوريكم ازاي القوام. هحط المعلقه واقلب على طول وهتشوفوا القوام. بصوا كده، بصوا الشكل بقى تحفه ازاي. هو ده الفول الزبده، الفول المدمس الاصلي اللي ممكن ابدا لو جربتيه مره لا يمكن ابدا هتسلي المره دي، وهتفضلي يعني تنبهري بالطريقه. صراحه الطريقه ان شاء الله تبهركم. ولو ما انبهرتوش بالطريقه وما تعملوش لايك، لكن والله العظيم ما تعملوش لايك ولا تعملوش اشتراك، لكن انا متاكده انكم ان شاء الله هتعملوا لايك واشتراك، عشان انا نازله لكم بمجموعه من الفيديوهات في رمضان. فيديوهات جميله وجديده وسهله وسريعه لسحور رمضان. ان شاء الله هنعمل وصفات سهله وسريعه وجديده لسحور رمضان. ان شاء الله انتظروا مننا كل ما هو جديد وفي عالم السحور والافطار ان شاء الله. بصوا الفول يا جماعه زي الزبده وطعمه خرافي خرافي خرافي. جربوا بس انتوا وان شاء الله تشكروني خالص. الطماطم والرز والدقيق والكركم بيدوا، وعصرة الليمون بيدوا الفول نكهة وطعم خرافي صراحة. يعني انت بتاكلي لحمة كده ما بتاكليش فول. ده فول الغلابة وسحور الناس الغلبانة على قد حالها. والله هو سحور الناس كلها على فكرة غلبانة ومقتدرة وكله. لكن بصي يعني انت عليك توفري في ظل اللي احنا قلنا الاسعار المرتفعة عارفين الفترة اللي جاية طبعا ان شاء الله مستنيين يرتفع الدولار ومرتين، واهي الذهب عمال يرتفع، وكل حاجة في البلد اسعارها متزايدة، اسعار رهيبة نار نار. فعلى ايه كل حاجة نيجي نشتريها من بره؟ طب ما احنا نعمل حاجة نظيفة واقتصادية جدا وسهلة وسريعة. جربوا الفيديو وابعتوا لي قولوا لي رايكم. بالله ما تنسوش تقولوا لي رايكم لو جربتوه. وانا حضرت الكميه دي كلها والله محضراها بدري عشان شهر رمضان. قلت انا ابتدي كل ما اجهز حاجه بقى احطها في الديب فريزر عشان ما تلخمش بقى ويجي رمضان الناس بتبقى مرهقه وتعبانه. يعني اصحى. وكمان انا هجيب لكم طرق جميله جدا لتجهيز الفول في السحور. ان شاء الله الطرق دي هتعجبكم خالص، تابعوا معايا ان شاء الله. ما اظنش في حياتي عملت فيه، اقسم بالله يا جماعه. انا بصوا يمكن الكاميرا مش ظاهره قوي، لكن المنظر يعني تحس كده انك انت بتقلبي في الزبده. المنظر خرافي فعلا يعني. وعشان البخار وكده والبخر طالع فالكاميرا مش جايبه الفول بالطريقة المذهلة اللي هو الفول المدمس، بالطريقة المذهلة اللي هو أصبح فيها. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وهوريكم كمان إزاي الكمية دي هتعمل لي عندك 13 كيس. أقسم بالله الكيس حوالي نص كيلو، نص إلا حاجة بسيطة.
يعني تعمل لك حوالي يعني والله يعني سبحان الله يعني. طب أنا باكدب عليكم، أنتِ المَيّة بتاعة الفول أصبحت هنا نشا وأنتِ بتاكليها في الفول، والدقيق خلّاها نشا لإنِّك أنتِ ضفتِ كمية من الدقيق كمية من الرز، فهنا أنتِ كده المَيّة استغلّيتيها وحطيتِ وزوّدتِ الكيلو أصبح تقريبًا 5 كيلو. يعني غريبة دي إنِّك أنتِ تعملي كيلو من الفول يعمل لِك 5 كيلو من الفول أو 6 كيلو والّا حاجة. يعني غريبة لإنِّك أنتِ بُصّي كده استغلّيتِ كل حاجة، حتى المَيّة ما هياش اتبخّرت لكن أصبحت نشا. وبُص أنا هاوريكم الأكياس كمان اللي أنا باضيفها ما هياش قليلة. يعني أنتِ بتشتري الكيس زي كده من برّه ب5 جنيه، ممكن دلوقتي مع غلو الأسعار وارتفاع الأسعار في الفترة اللي جاية هتشتريه بأكتر من 5 جنيه، من 6 جنيه و7 جنيه، وبيبقى لونه مش حلو وفول مسود وعاملين فيه العجايب هم بقى، ولا يمكن هيكلفوه زي كده وهيبقى صحّي زي كده أبدًا. فدي اعملي حاجتِك في بيتِك وحاجتِك تبقى نضيفة و و ووفّري. أنا وفّري طبعًا. الكل محتاج إن هو يوفّر، في حد في الأيام دي اللي إحنا فيها غني أو فقير مش محتاج إنه يوفّر. وجب على الكل يا جماعة إنه يخلق طريقة أو يبتكر طريقة إن هو يوفّر بيها في بيته. إحنا كده أنا بدل ما كل شوية هاجي أعمل كمية، هاجي أعمل بالنُص كيلو، أنا باعمل كيلو بالمرّة عشان توفير للأنبوبة طبعًا، توفير للغاز بتاع البوتاجاز، وتوفير لوقتي أنا، لإن أنا محتاجة إن أنا عيني عليه كل شوية. التَّكّة اللي أنا بانوّه عليكم فيها يا جماعة، أنتِ لازم وأنتِ بتس ب بتدمّسي الفول المدمّس، لازم احرصي جدًا، جدًا إنِّك أنتِ كل ما ينقص مَيّة اوعي أبدًا تضيفي مَيّة باردة، لإن المَيّة الباردة هتخلّيه معاكِ مسود ومش حلو. فهنا التَّكّة دي مهمة جدًا. يبقى هنا قُلنا حوالي إحنا 6 خطوات أو 7 خطوات مهمين جدًا عشان تحصلي على فول زي الزبدة. إنِّك أنتِ كمان تحطّي المَيّة كل ما يحتاج، تحطّي مَيّة مغلية، كنكة من المَيّة المغلية أو الكاتل يبقى مليان مَيّة مغلية كل ما تحتاجي، أو مَيّة سخنة خالص كل ما تحتاجي بتزوّدوا. آدي الفول بتاعنا. أتمنى إن فكرتنا تكون عجبتكم. لو أول مرّة تدخلوا على القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك إذا رغبتم في ذلك ووجدتم إن الفيديو فادكم فعلًا. أصحابنا وحبايبنا تابعونا في شهر رمضان الكريم، هنيجي لكم بكل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله بإذن الله. أعاد الله عليكم باليمن والخير والبركات وينوّله لنا جميعًا يا رب إن شاء الله. هاورّي لكم كمان إزاي كمية الأكياس اللي أنا مليتها. دي كمية الأكياس الفول اللي أنا مليتها يا جماعة، الكمية متكدسة فوق بعضها، دول تقريبًا 13 كيس. معلش والله أنتم مش الكاميرا جايباهم كويس. هارصهم في الديب فريزر وهيبقى عندي ثروة قومية. محتاجة أصحى في أي وقت إن أنا أجهّز سحور. أهو بُصّوا الكيس أهو، والله فيه أكتر من نُص كيلو أو أقل حاجة بسيطة، يعني أقل حاجة بسيطة أهو نُص كيلو مش نُص كيلو بالضبط يعني. فبُصّي لونه أصفر وجميل إزاي. على فكرة الصفار من هنا مش صفار الكركم، لأ ده صفار الفول والله. الدقيق بيخلّي الدقيق بيخلّي المَيّة نشا. في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله